في واحد قرية في الصين أطفال كانوا كيخاطروا يجرحوا بزاف ولا حتى موتوا وهما غاديين مدرسة. فرق في الولول بين قرية ومدرسة ابتدائية كيوصل ل 500 متر. قبل 2020 كان عند أطفال غير جوج ديال الطرق باش يمشيو. الأولى يدوروا الجبل مشيعا بالعجلين اللي كياخد 5 سوايع، الثانية طلعوا الجبل مباشرة اللي كياخد 3 سوايع. بزاف الوالدين كانوا كيمشيو مع ولادهم باش يكونوا امنين، ما كانش طريقه صح في الجبل وخدا صغار كداك السبب جروح خطيره ولا موت، حيت السكان ما بغاوش خرجوا من قريه ما كانش ممكن بنيو الطريق بسبب صعوبه ارض. سرودات اقتحروا حل تطور المنطقة السياحية، مساعي كيستعملوا بمجان السكان مع تطور اقتصاد حياتهم ولات سهل. من 2020 أطفال ولاو كيمشيو مدرسة بحال طريقة. أولا كيركبوا مسعى كيطلع 268 متر حتى قمة الجبل، من بعد كيركبوا مسعى الآخر فيه فرق العلو قريبا من 200 متر، وأخيرا كيمشيو شوية بالعجلين حتى مدرسة. ورحلة كاملة كيدوز تقريبا 30 دقيقة، آمنة وسريعة. مكان سياحي فيه حتى أنشطة مختلفة زوار اللي كيشوفوا مناطق طبيعية زوينة فوق الجسر الزجاجي. كيتحس بجوج حوايج: جمال المناطق، ارتفاع عالي كيعطيو شعور الاستقرار. شنو بانيكم في هادشي؟